سيبك بقى من خساره الزمالك 2-1 قدام بتروجيت في كاس الرابطه او كاس العاصمه ايا ما كان اسمهم، وسيبك من اداء الزمالك رايح في 60 داهيه، وسيبك كمان من التغييرات اللي المدرب بيعملها، وسيبك من مصطفى شلبي، وسيبك من كل دوت. انا عايز اكلمك دلوقتي في قصه احمد السيد زيزو عشان اجيب لك الخلاصه بتاعت القصه كلها وتبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي داير في القصه دي. زيزو هو زي ما كلنا عارفين ان العقد بتاعه ينتهي مع نادي الزمالك مع نهايه الموسم، يعني زيزو يحق له من شهر يناير اللي فات ان هو يوقع على اي نادي فري، تمام؟ دي الحاجه الوحيده اللي احنا كلنا متفقين عليها. اللي احنا بقى مش متفقين عليه ان اداره نادي الزمالك عارفه ان زيزو العقد بتاعه ينتهي مع نهايه الموسم وسابوا الوقت لحد ما خلص، ولحد دلوقتي لسه بيفكروا يعملوا ايه في حوار زيزو. قعدوا معاه مره واثنين وثلاثه، طب عارفوا يخلصوا وصلنا لحل؟ لا طبعا ما عرفوش يخلصوا وما وصلناش معاهم لاي حل. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ سيبك من ابو زيزو بيماطل وان هو لا انا عايز عموله، لا انا مش عايز عموله. القصه كلها ملهاش علاقه بقصه العموله، القصه كلها ليها علاقه بان فكره ان الاداره مش عايزه تدي زيزو اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت شايفه ان زيزو بيلوي دراع الاداره بعقد الاهلي او ان الاهلي عرض عليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. زيزو فعلا خلص مع الاهلي ولا لسه ما خلص؟ زيزو لحد دلوقتي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي لسه ما خلصش حاجه مع النادي الاهلي ولا رسمي ولا اي حاجه. طب قعد مع الاهلي وسمع منهم، وكيله اللي هو والده قعد وسمع مره واتنين. طب خلص مع النادي الاهلي؟ قطعا لا، لسه ما خلصش مع النادي الاهلي. طب ممكن يخلص؟ مش بعيد ان هو ممكن يخلص مع النادي الاهلي وتشوف زيزو بتشيرت النادي الاهلي في كاس العالم اللي جاي. في البدايه زيزو اول ما قعد مع مسؤولين من نادي الزمالك طلب من نادي الزمالك 100 مليون في السنه زائد 50 مليون منح التعاقد. الزمالك ما كانش عنده مشكله ان هو يدفع له ال 100 مليون بتوع السنه، بس في نفس الوقت كان عنده مشكله ان هو يدفع له منحه التعاقد اللي هي 50 مليون. والمشكله الثانيه ان زيزو كان عايز يبقى العقد بتاعه او والد زيزو كان عايز يبقى العقد بتاعه 3 سنين بما فيهم السنه دي. الزمالك كان عايز 3 سنين يتحسبوا من اول السنه الجايه، تمام كده؟ تمام كده. دخل في القصه ممدوح عباس عرض على زيزو ان هو هياخد من النادي 50 مليون وهو هيديله ال 50 مليون، وال 50 مليون التانيين هيوفرهم له من الاعلانات ومن رجال الاعمال الزملكاويه. طب هم كانوا فين اصلا رجال الاعمال الزملكاويه لما زيزو العقد بتاعه بينتهي مع نادي الزمالك من بدايه الموسم ومحدش اتحرك؟ طب فين لجنه التخطيط؟ طب فين كابتن ميدو؟ فين حازم امام؟ وفين جمال العدل؟ فين الناس دي كلها؟ طب هل زيزو عايز يروح فعلا يلعب للنادي الاهلي؟ قطعا لا، بس في نفس الوقت هيفضل يستنى لحد امتى ما حد يقعد معاه ويخلص معاه. ناهيك بقى ان بعد كل القصه اللي دارت امبارح وان زيزو وقع والعقد بتاعه 30 مليون في السنه والكلام ده كله، النهارده لجنه التخطيط او مجلس اداره نادي الزمالك بعت عرض رسمي عن طريق الايميل لاحمد السيد زيزو مهلته 7 ايام ان زيزو يوقع على عقد التجديد بتاعه مع نادي الزمالك، ومن الشروط ديت ان زيزو هياخد 80 مليون في السنه. طب ما انت كنت قاعد معايا ومخلص معايا 100 مليون. من النهايه كده القصه دي كلها هيبان الرؤيه بتاعتها بعد ما زيزو يرجع من معسكر المنتخب بيوم او بيومين، بس عشان تبقى مطمن وعشان تبقى عارف ايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن يبدا يتصدر الفتره اللي جايه. زيزو بنسبه 90% قريب من النادي الاهلي الفتره اللي جايه اكتر من اي وقت سابق. ومن الاخر احنا كزملكاويه احنا ما بنشجعش لعيبه ولا بنشجع ادارات ولا بنشجع اسماء، احنا تشجيعنا كله لنادي الزمالك.